طيب مساء الخير يا شباب او صباح الخير على حسب الوقت اللي بتكون فيه بتسمع الفيديو. جالك قلبي فيديو جديد وبند حظر جديد زي ما انت طبعا شفت في عنوان الفيديو. جالك بند حظر جديد وبند حظر جامد جدا ما شاء الله، فانت تابع الفيديو للاخر عشان تعرف تحظر ارقام، لان في بعد التحديث الجديد من واتساب في ناس كتير مش عارفه تحظر ارقام والحظر بقى صعب. ففي ارقام ما بتطيرش معاها، بيقول لك البند واقف او بند مش واقف. لا، البند مش واقف، بس في حاجات حصلت في التحديث من الواتساب. فانت تابع الفيديو للاخر اقول لك كل حاجه، وما تقدمش خطوات اخر خطوه عشان تعرف كل حاجه. تمام، لو انت بتعرفش تحذر اقول لك برضه تحذر ازاي في قلب الفيديو ده. تمام قلبي، بس انا مش طالب منك قصاد ده كله غير انك تعمل شكل القناه وتفعل زر الجرس وتحط لايك كومنت للفيديو، يعني مش طالب منك اكتر من كده. يعني حاجه مش هتاخد بايدك ثواني، تعمل شكل القناه وتفعل زر الجرس عشان لو بنزل فيديو جديد يجيلك اشعار. خش اشترك في قناه تليجرام، بنزل عليها بنود، بنزل عليها كل حاجه في قناه تليجرام، كل حاجه موجوده هناك. فانت تابعني هناك في قناه تليجرام حتى يوصلك الفيديو اول وكل حاجه. تمام، فنصلي على النبي ونبدا الشرح كده. دلوقتي يا قلبي هنجيب لك بند جديد، بند طلقة جدا. فانت كل اللي انت هتعمله ايه؟ بند هيكون الاول كده من 5 ل6 نسخ. طب البند ليه من ارقام كتير مع انه كنت انزل لكم الاول ارقام من بنود، قصدي من نسختين من 3 نسخ وبدود من نسخة وكل حاجة. طب ما هو ده المشكلة بقى من شركة واتساب، اللي هو ايه التحديث بعد التحديث الجديد مش كل الارقام بتطير. في ارقام بتطير وارقام لا، والارقام الماسنجر لازم يكون متصل عشان يطير، ما تحكيش عليه وقافل، لازم يكون فاتح. طب الاعمال لا، الاعمال عادي هو فاتح او قافل، بس برضو مش كل الارقام اللي فاتحه على اعمال بتطير. في ارقام ممكن تطير معاك على طول، في ارقام ممكن ما تطيرش، وفي ارقام ممكن تطير بعد 3 ايام من الحظر. انت متخيل يعني بعد 3 ايام، انا مش في وقت على طول زي الاول. هو ده التحديث الجديد من واتساب اللي هو بهدل كل حاجة، والحظر بقى صعب جدا، حتى التلغيم بقى صعب، التلغيم مش زي الأول. تمام، فأقول لك أنت تعمل إيه لو أنت معاك رقم فاتح على ماسنجر أو فاتح على أعمال أقول لك عايز تغيره. تمام، دلوقتي هتجيب الرقم اللي أنت عايز تغيره، مثلا مش الشكل ده كده. هنا ده الرقم، رقم الضحية. تمام، أنت تخش جوه الشات عادي، تحط الرقم وتخش جوه الشات. هتيجي تجيب البند تبقى البند عبارة عن إيه، بس عشان عايز أزيره في قلب الفيديو عشان فيه حاجات مخالفة وكده. بس أنا مش هحط حاجة، هسيب البند زي ما هو. تمام، فالبند كودين مش كود واحد، انت تحط الكودين كده في قلب الشات بالشكل ده. حط الكودين في قلب الشات. بعد ما حطيت الكودين في قلب الشات النسخ كلها يعني تخش النسخة الأولى، تخش النسخة التانية، خش جوه الشات هتحط الكودين النسخة التالتة والرابعة والخامسة، وهكذا نفس الحوار في كل النسخ اللي معاك. ويستحسن يكون النسخ أساسي، البند شغال النسخ أساسي. تمام، بدل من كده الكودين بتوع الحظر تطلع فوق هنا بالشكل ده، بتنزل تحت على روبورت تحت الرقم، مالكش دعوة بلوك روبورت. تعمل ايه؟ تديله بتاع 30 ابلاغ من هنا. تمام، وده 30 ابلاغ لان الحظر بقى صعب، فلازم تديله ابلاغ كتير عشان الرقم يطير معاك. افضل اديله ابلاغ كده من هنا، 5 6. انا مش لازم العدد بالظبط، مش لازم اقل من 30، لا خليه اكتر من 30 عادي، لو تقدر تعمله اعمله. بس يستحسن انك تكتر في الابلاغات، كل ما انت بتكتر في الابلاغات ده بيخلي الرقم يطير اسرع. تمام، فانت تفضل تديله كده ابلاغات من عندك. تمام، افضل بلغ عليه. مشكلة كمان ان البنود معادش بتقعد، يعني انا بنزل البند بيقف بعدها بيوم او بيوم من كتر الضغط على البند وكتر ما الشركة بتلاحظ ده فبتوقف البند. يعني الاول كنت بنزل لكم بنود بند اقسم بالله كان بيقعد اسبوع وبروح اجربه تاني عشان اشوفه البند وقف ولا لسه. بلاقي اللي البند بيحظر معايا طبيعي زي اول مره لغمته فيه وشغال عادي جدا. دلوقتي البنود اخيرا بتقعد بتاع 3 ايام ولا يومين من كتر الضغط عليه من منزله على اليوتيوب. تمام، فانت لما عرفتش تحظر بالبند ده خش كلمني واتس تليجرام، وان شاء الله افيدك وهحضر لك اللي انت عايزه، ارقام فيه كل حاجه موجوده هناك في قناه تليجرام. تمام، فانت دلوقتي قلبي عملت التاتين ابلاغ من بره. تيجي بقى هنا كده على البند، حدد على البند ذات نفسه على الكود، تحدد على الكود. تيجي علامة 3 نقط وتعمل ريبورت أو إبلاغ. حدد كمان مرة على الكود نفسه تعمل ريبورت، كمان مرة تعمل ريبورت 3 مرات. والكود التاني نفس النظام. المهم بس تخليك سريع وانت بتعمل، انا بس بعرفك تحدد على الكود ذات نفسه زي ما بحدد على البند ذات نفسه. تمام، بالشكل ده 3 نقط تعمل إبلاغ، تعمل 3 على كل بند بالشكل ده. تمام، تنزل بقى تحت هنا عند ريبورت او ابلاغ، علامة الديسلايك. هتيجي هنا تفعلها، طبعا علامة الصح متشالة.
لو مش مشكلة عندك وانت نازل النسخ اللي انا سيبها لك في وصف الفيديو، هسيب لك 3 نسخ جامدين جدا في الحظر، والتحديثات هتنزل اول باول. تمام، بعد ما عملت كده يا قلبي تعمل ريبورت 2 3 4. بص دي سهلة، دي بتعمل على طول 9 10. فيجي عند ال11 تدي شوية ابلاغات كده حلوة من جوه، يعني تكتر فلسفة الابلاغات شوية، وافضل كتر له في الابلاغات. تمام، تيجي بقى عند علامة الصح دي تفعلها، تفعل علامة الصح وتعمل ريبورت. تلاقي الشات طلع معاك كده، طار معاك. خش على النسخة اللي بعدها، هتيجي عند ال3 نقط، هتحط البند في رسالة الرقم غير محفوظ، و طبعا انت تكون مشغل زر العكس، فانت هتحط الرقم هنا، تخش جوه الشات تعمل نفس الحوار. انت ترمي البند في قلب الشات قبل ما تخش تحظر الاول من كل النسخ اللي معاك، بعد كده تخش تديله البلاغات بتاعتك هيطير معاك. يعني انت دلوقتي عكست على الرقم متجر، تمام، ممكن الرقم يطير معاك في نفس الوقت. طب ممكن يطير معاك خلال ساعة، في ارقام طارت معاك في نفس الوقت، ارقام طارت خلال ساعة، وفي رقم بعدها تصدمت اللي هو طار بعد 5 ساعات. طب ده ليه؟ طب ما هو نفس البند، بس عشان في ارقام بتطير وارقام لا، او مش كل الارقام بتطير، فانت تكتر في البلاغات هتلاقي الرقم طار معاك على طول في نفس الوقت ان شاء الله. فلو ما طارش معاك في نفس الوقت برضه هيطير معاك خلال يعني ممكن اقل من ساعه ان شاء الله يطير معاك. تمام، فانت جرب البند، معرفتش تحذر بيه خش كلمني تليجرام ان شاء الله هظبط اللي انت عايزه. ده كده قلب البند، متنساش تعمل اشتراك للقناه وتفعل زر الجرس وكل حاجه سيبها في وصف الفيديو. وسلام يا اخواتي.